ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض الفرايدي تشيكن او زي ما كلنا بنسميها فراخ كنتاكي. هنعملها مع بعض بطريقه سهله جدا وهتطلع معانا جوسي جدا من جوه وكمان مقرمشه قوي من بره. وهنعملها بطريقه تانية هيلسي، هنحمرها في الفرن او ممكن في القلايه الهوائيه. قبل ما نبتدي احب افكركم متنسوش تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم. لو انتوا اول مره بتشوفونا متنسوش تعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ويلا بينا نبتدي. اول حاجه عندي هنا في بوله هضيف كوبايه من الدقيق العادي وكوبايه من الدقيق الاصفر، دقيق الذره الاصفر. بعد كده هتبل بملح وفلفل، توم باودر، بصل باودر، بابريكا وشطه، وطبعا الشطه اختياري. بعد كده هضيف حوالي نص كوبايه من النشا وهقلب الخليط ده كله مع بعض كويس. بعد كده هجيب طبق وهضيف فيه نص الكميه بتاعه الخليط اللي انا عملته ده، عشان دي هتكون الطبقة الخارجية اللي هحمر بيها. باقي الخليط هضيف عليه بضاية وهبدأ اضيف كوباية من المية، وهشوف الخليط بتاعي لو احتاج مية تاني. انا هنا قلبته هو لسه تقيل شوية، هضيف له كمان حوالي نص كوباية من المية وهقلبهم مع بعض. انا عايزة القوام بتاعه خفيف، ما يكونش سميك او تقيل قوي. هقلبه بالمضرب عشان ما يبقاش فيه اي تكتلات وكل حاجة اتضربت مع بعضها كويس. زي ما انتوا شايفين انا عاوزة الخليط بالطريقة دي. بعد كده هبدأ انزل بالفراخ بتاعتي. اهم حاجة ان انا اعمل في الفراخ فتحات علشان التتبيلة تدخل جواها، وكمان في التحمير تتحمر معايا وتستوي كويس. بعد كده هجيب النص التتبيله اللي انا كنت شايلاه، هضيف عليه نص كوبايه من البقسماط واقلب الخليط كله مع بعضه وابدا انزل عليه بالفراخ. وانا بعمل البريدنج انا مش بضغط على الفراخ بتاعتي خالص، انا بس بقلب الفراخ جوه التتبيله. زي ما انتوا شايفين التكتلات دي هي دي اللي انا عاوزاها. بعمل معاكم واحده تانية، بعد كده بنزلها في الخليط مرة تاني اللي هو السائل، بعد كده على الدقيق مرة كمان. دلوقتي عندي في زيت غزير هبدأ احمر الفراخ بتاعتي. اهم حاجة الزيت بتاعي يكون سخن جدا، دي اهم حاجة عشان الطبقة بتاعتي تمسك بسرعة وتطلع معايا كمان مقرمشة. مجرد ما الاقيها مسكت كده انا قلبتها على الناحية التانية. طبعا يفضل لو نغطيها كلها بالزيت مرة واحدة. قلبتها الناحية التانية وهسيبها حوالي تلت ساعة على نار هادية بعد ما الوش يمسك علشان تطلع معايا مستوية. الطريقة التانية اللي انا هعملها وتكون هيلثي شوية هي ان انا هاخد الفراخ من التتبيلة السايلة احطها في تتبيلة الدقيق والبقسماط عندي، هقلبها وبعد كده هضيفها تاني في التتبيلة السايلة، وبعد كده على البريد كرامز او فتافيت العيش، او ممكن نستخدم مثلا كورن فليكس علشان تدينا طبقة مقرمشة. زي ما انتوا شايفين كده نزلتها مرتين وهقلبها وتبقى معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده دي طريقة بقى هيلثي خالص للي حابين ياكلوا فرايدي تشيكن. انا هنا حطيت نفس التوابل اللي انا حطيتها بس في لبن، ما حطيتش اي دقيق، وحطيت الفراخ شوية وبعد كده من التتبيلة دي على البقسماط او البريد كرامز على طول، وهحطهم هنا في القلاية الهوائية او القلاية اللي هي بمعلقة من الزيت. طبعا نقدر نرش عليها حوالي معلقة من الزيت على كل جنب علشان تتحمر معايا كويس. اخدت معايا حوالي ساعة في القلاية الهوائية عشان كمان اتأكد ان هي استوت كويس جدا من جوه. زي ما انتوا شايفين ده شكلها وده لونها. وده كان شكل وصفتين النهاردة. دي الوصفة الاولى لما حمرتها في الزيت قدمتها مع مكرونة، طبعا تقدروا تقدموها مع اللي انتوا حابينه سواء بقى مع صوصات وبطاطس بس، او تقدموها مع مكرونة او رز حسب ما انتوا حابين. ودي تاني طريقة، الطريقة الهيلثي زي ما انتوا شايفين طالعة مقرمشة تحفة، وقدمتها مع صوص رانش هيلثي. دي كانت وصفة النهاردة، يا رب تكون الوصفات عجبتكم. هنستنى رأيكم تكتبوه لنا في الكومنتات تحت الفيديو. متنسوش تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم. لو انتوا اول مرة بتشوفونا متنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. اشوفكم في فيديو جديد. سلام.